مساء الخير كل متابعين قناة أسرار كهرمانة، أهلا وسهلا بكم. يا ترى في خروج للطرف الثالث ولا لسه؟ مبدئيا كده أنا شايفة إن ممكن في الفترة اللي جاية دي يحصل خروج للطرف الثالث، لأن شايفة إن لو كان في ما بينكم انفصال فأنا شايفة إن في عودة أو في رجوع أو في كلام على عقد قران أو ترسيم علاقة من تاني. فشايفة إن شاء الله بإذن الله خروجها بنسبة كبيرة موجود. شايفة ان هي اتسببت في خراب البيت او سببت في تدمير العلاقة ما بينكم، وتعبتكم جدا وسببت في انهيار حياتكم كلها. شايفة كمان ان هي ممكن تكون اخدت الطرف اللي هو الشريك ده، ممكن تكون اخدته بالاسحار او بالحاجات زي دي، والشخص ده عايش في حالة من الانعزال الفترة دي ومش محتاج يعني ان هو يحاول يعيد حياته من تاني، لان الشخص ده تعبان من سبب الاسحار اللي هي عاملاها له. شايفة كمان ان الشخص ده عنده ضغوطات كبيرة وان انتوا ممكن تكونوا مش حاسين بالضغوطات اللي عند الشريك ده، وده بسبب ان الطرف الثالث عاملة سحر وسحر قوي. يعني سبب البعد منكم كان اسحار. شايفة ان هيحصل صلح او هيحصل كلام على صلح الفترة اللي جاية. فلو قلنا ان في خروج للطرف الثالث، في خروج للطرف الثالث بعد ما دمرت العلاقة بينك وبين الشريك وتسببت في خراب وانهيار واخدت الشريك بالاسحار. بس شايفة ان هيحصل صلح بعد فترة من التعب، وهيحصل ترسيم للعلاقة دي من تاني. يعني لو انتوا كنتوا متزوجين فهيحصل ترسيم للعلاقة دي من تاني، لو انتم كنتوا منفصلين ففي عودة بإذن الله. شكرا.